في 2007 هيث ليدجر الممثل اللي عمل شخصية الجوكر في فيلم ذا دارك نايت قبل ما يبدأ التصوير بشهرين دخل اوضته في فندق في لندن، قفل على نفسه 6 أسابيع كاملة وابتدى يقرا كتاب واحد بس، ما بيقراش غيره ليل نهار، ولما يخلص يقراه مرة تانية. الكتاب ده كان عن راجل عايش بقناع المهرج، خايف من الناس، مدمن ومكتئب وحاسس انه مش انسان خالص. ليدجر قرا الكتاب وحس ان ده مش خيال وان ده شخص حقيقي، لدرجة انه اتأثر بيه جدا. الشخصية اللي اتأثر بيها دي كانت من رواية يابانية اتكتبت سنة 1948 لكتاب اسمه No Longer Human للمؤلف اوسامو دازاي. دازاي في كتابه كان بيكتب عن راجل بيحس انه مش انسان، راجل بيلبس اقنعة علشان يخبي خوفه من العالم، راجل مدمن ومكتئب والموت بيحوطه من كل حته. دازاي كتب اخر صفحة من الرواية دي يوم 13 يونيو سنة 1948. في نفس الليلة خرج مع حبيبته بالليل علشان يتمشوا جنب النهر. تاني يوم الصبح الاتنين اختفوا، بعديها ب6 ايام طلعوهم جثث من النهر. والسؤال اللي حير العالم كله وقتها هو دازاي كان بيكتب رواية خيالية ولا كان بيكتب مذكراته الأخيرة؟ خلينا نرجع كده لهيث ليدجر، وده اللي مثل الجوكر في ذا دارك نايت. قال ساعتها انه شخصية الجوكر مبنية على أسس نفسية عميقة، وخلينا اثبت لك كلامه ده من واقع الفيلم والرواية. فكان عندنا في الرواية البطل كان اسمه يوزو، فيوزو كان بيلبس القناع عشان يخبي خوفه من الناس، كان حاسس انه مش انسان ومختلف عن كل الناس اللي حواليه، كان بيضحك الناس بس جواه ميت تماما، كان مدمن كحول ومخدرات علشان يهرب من الواقع. ولو رحنا للجوكر في الفيلم كان عامل ازاي، فكان حرفيا بيلبس قناع المهرج، كان دايما بيقول للناس انهم مش احسن منه، بيضحك بشكل تحس ان ضحكته مجنونه ومؤذيه في نفس الوقت، مدمن للفوضى علشان يهرب من الملل. ومن ضمن الاقتباسات اللي قالها دازاي في روايته كنت اخاف من البشر فتظاهرت بانني مهرج، ودي مش مجرد صدفه، ده كان مصدر الالهام الحقيقي لاعظم شرير في السينما. الفرق الوحيد ان يوزو انتحر بس الجوكر خلى العالم نفسه هو اللي ينتحر. افكار الكتاب الاساسيه كانت مبنيه على 3 افكار تقريبا. الفكره الاولى هي متلازمه المهرج. بطل الروايه اللي كان اسمه يوزو اكتشف من هو طفل ان اسهل طريقه يتجنب بيها الالم هي انه يخلي الناس تضحك، فكانت المشكله هنا ان القناع اللي كان بيلبسه بقى هو وشه الحقيقي. خلينا نبعد عن الروايه سنه صغيره وافكرك بروبن ويليامز الكوميدي العبقري اللي كان بيضحك العالم كله بس جواه كان مكتئب لدرجه انه مات منتحر. ويوزو هنا كان في نفس الحاله تقريبا بس كان قبل روبن ويليام ب70 سنه. من الحاجات اللي قالها دازاي في الروايه كل ضحكه منهم كانت بتاكد لي ان انا مش منهم. ده كتب مهرجان مش روايه. الفكره الثانيه في الكتاب وهي بتتكلم عن حاجه اسمها العار الياباني. في اليابان في مفهوم اسمه هاجي وهو انه العار المدمر للروح. فيوزو كان عايش في مجتمع كان دايما بيقول له انت لازم تكون مطيع من غير ما تسال، انت لازم تكون مفيد للمجتمع وانك لازم تكون عادي. لكن يوزو مع الاسف ما كانش عارف يبقى اي حاجه من دول. وخليني افهمك حاجه بسيطه، في الثقافه الغربيه لو انت فشلت تقدر في اي وقت تبدا من اول وجديد، بس في اليابان وقتها انت لو فشلت فانت عار على العيله وعلى المجتمع للابد. ويوزو وقتها قرر انه يحارب نفسه بدل ما يحارب المجتمع. الفكره الثالثه والاخيره من الكتاب هي خوف دازاي من التفوق على نفسه، وده السر اللي كتير مش عارفينه. دازاي ما كتبش نو لونجر هيومن عشان يحكي قصه حزينه، هو كتبها عشان يثبت ان هو عبقري، وحرفيا نجح انه يعمل كده. الروايه اتشهرت بطريقه ما كانش دازاي نفسه متوقعها. النقاد قالوا انها تحفه الادب الياباني الحديث، ودازاي بقى اشهر كاتب في اليابان، وده بعد ما مات بشهرين. انت متخيل؟ وحقيقي الحاجه المرعبه والصدمه في نفس الوقت انه دازاي كان عنده يقين تام واقتناع انه مش هيقدر يكتب حاجه احسن ولا اعظم من الروايه دي. وده حرفيا اللي شافوه مكتوب في مذكراته بعد ما مات لما قال كتبت كل اللي جوايا وما عنديش حاجه تانية اكتبها. ويوم 13 يونيو سنه 1948 سلم المخطوطه الاخيره للروايه للناشر، وفي نفس الليل مشي مع حبيبته ناحيه النهر وانتحروا سوا. وخليني اقول لك انه من بعد فيلم الجوكر مبيعات الروايه بتاع نو لونجر هيومن زادت تقريبا 400% في امريكا، والناس وقتها كانت بتدور حرفيا على المصدر الحقيقي للالم ده. عايز اقول لك من الحاجات اللطيفه جدا ان كان في مراهق امريكي على موقع ريدت سنه 2020 كتب انه قرا الروايه بعد ما شاف فيلم الجوكر وحس ان حد كان فاهمه من 50 سنه فاتت. وده حرفيا قوه الادب الحقيقيه، بيعدي الزمن والمكان والثقافه واي حاجه تانية. والسؤال هنا هو دازاي كان عبقري فعلا ولا كان مريض، ولا العبقريه والمرض حاجه واحده؟ تقييم الكتاب على جود ريدز باكتر من 220 الف تقييم ب 3.9 من 5، وتقييمه على امازون ب 4.7 من 5. خليني اقول لك ان اغلب الكومنتس والمراجعات على الكتاب ده بانه كان جميل بشكل مؤذي. طيب الكتاب ده لمين؟ لو انت مهتم بفهم نفسيه الجوكر الحقيقيه فالكتاب ده ليك. لو بتدور على فهم اعمق للاكتئاب والاغتراب للاسف الكتاب ده ليك. عايز تشوف اصدق اشكال التعبير الادبي فالكتاب ده ليك. لو انت بتحب الافلام النفسيه المعقده زي فيلم الجوكر فالكتاب ده ليك. ما انصحكش بالكتاب ده خالص، والكتاب ده مش ليك لو انت في حاله نفسيه هشه ومن غير دعم متخصص فالكتاب ده مش ليك. لو بتدور على كتاب بيحسن مزاجك فالكتاب اكيد مش ليك. وخليني اقول لك ان روايه نو لونجر هيومن مش كتاب ولا روايه، دي مرايه مكسوره بتشوف فيها اعمق جزء في نفسك. اوسامو دازاي مات وهو عنده 38 سنه، ومات وهو خايف انه مش هيقدر يعمل او يكتب
تكتب حاجه احسن من الروايه دي. بعد 75 سنه من كتابه الروايه دي، الروايه الهمت اكتر واشهر فيلنز في تاريخ السينما، اثرت على ملايين القراء في العالم، وخلت الناس تفهم الالم النفسي اكتر من اي كتاب نفسي معاصر الحقيقه. ولو كان عايش دازاي النهارده كان هيعرف انه فعلا كتب تحفه خالده. لو انت مهتم اكتر بالروايات والقصص النفسيه العميقه فانصحك بالكتب دي. فانت عندك ذا كيلينج جوك بتاع ألان مور، ودي بالمناسبه الروايه مصوره اللي الهمت فيلم الجوك، وعندك العبقريه بتاع ألبر كامو الغريب، وعندك ذا بيل جار بتاع سيلفيا بلاث. وخليني كمان ارشح لك فيلم نو لونجر هيومن سنه 2019، وده الفيلم الياباني اللي بيحكي عن حياه دازاي نفسه. ولو عجبك الكتاب ما تنساش تعملي لايك وشير وتشترك في القناه وتكتب لي في الكومنتات كنت تعرف الكتاب ده قبل كده ولا لا، واشوفك مع كتاب جديد. سلام.